لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته اللهم صل أفضل صلواتك وسلم أتم تسليماتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد بن عبد الله عبدك ورسولك النبي الأمي وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وعلينا معهم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم من فضلك علما اللهم وفقنا للعمل بالعلم على وجه الإخلاص واجعلنا من المخلصين المخلصين واجمعنا مع المخلصين المخلصين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين نسألك اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ومحبة عبادك الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول العلامة الشيخ أحمد الصاوي رحمه الله تعالى
وجزاه الله ووالدينا وأشياخنا وعلماء المسلمين خيرا في حاشيته على تفسير الإمامين الجلالين رحمهما الله تعالى وجزاهما الله خير الجزاء، في قوله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم. قوله لبيوتهم بدل من لمن، لجعلنا لمن، لبيوتهم بدل أي بدل اشتمال. لجعلنا، قال الله تعالى: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا، سقفا قراءة، سقفا بفتح السين وسكون القاف، سقفا، وبضمهما سقفا، سقفا. لجعلنا لبيوتهم، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا، أي على وزن رهن، جمع رهن، فهما قراءتان سبعية. إذا قرأ بعض القراء سقفا وبعضهم سقفا، وهي قراءتنا. نعم. قال الله سبحانه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. معارج جمع معرج ومعرج بفتح الميم وكسرها، معارج، وهو السلم. معرج ومعرج، وهذا عرج يعرج، بده يجي مفتوح، عرج يعرج، فهو معرج ومعرج. نعم، ومعرج، وهو السلم. ومعارج عليها يظهرون، أي يعلون إلى السطح. يظهرون، ما معنى يظهرون؟ يصعدون ويعلون إلى السطح. ولبيوتهم أبوابا، أي من فضة. وسررا، أي وجعلنا لهم سررا من فضة، جمع سرير. أشار بذلك إلى أن سررا معمول لمحذوف معطوف على قوله: جعلنا لمن يكفر بالرحمن، عطف جمل. سررا وسررا وسررا عليها يتكئون. وزخرفا، أي ذهبا. وقيل الزخرف الزينة. وهذه السورة سميت بسورة الزخرف. لماذا سميت بسورة الزخرف؟ لأن الله ذكر فيها هذه الكلمة: وزخرفا. ما هو الزخرف؟ الذهب. وقيل الزينة. والمعنى: لولا خوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر لأعطيناه ذلك لقلة حظ الدنيا عندنا وعدم حظه في الآخرة. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وإن مخففة من الثقيلة، أي مهملة، لوجود اللام في خبرها لما. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عندك للمتقين. لا إله إلا الله.
وإن كل ذلك، ما هو كل ذلك؟ ما ذكر من الفضة ومن الذهب ومن الأبواب ومن المعارج ومن السرور، ويدخل في ذلك جميع الأموال وجميع ما في الحياة الدنيا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. وفي قراءة التخفيف لما، وإن كل ذلك لما بالتخفيف، فما زائدة، وبالتشديد بمعنى إلا، فإن نافية. نعم، إذن وجهان، مخففة من الثقيلة. والآخرة عند ربك للمتقين. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول، كما قال الله في آية أخرى. نعم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا ما هي؟ متاع الغرور، يتمتع به فيها ثم يزول. والآخرة عند ربك للمتقين. الآخرة أي الجنة. الجنة لمن؟ للمتقين. قال الله تعالى أعدت للمتقين، وقال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال عن القرآن الكريم هدى للمتقين. شايف؟ كله التقوى. والآخرة عند ربك للمتقين، أي إن الجنة تكون لكل موحد. الجنة لمن؟ للموحدين. قال كعب الأحبار: وجدت في بعض كتب الله المنزلة لولا أن يحزن عبدي المؤمن لكللت رأس عبدي الكافر بالإكليل ولا يتصدع ولا ينبض منه عرق لوجع، أي لا يتحرك. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا ما هي؟ سجن المؤمن وجنة الكافر. لماذا الدنيا سجن المؤمن؟ لأنه يقيد شهواته وأهواءه بالقيود الشرعية فلا يرتكب حراما. ما الذي يمنعه من ارتكاب الحرام؟ الخوف من الله. هذه قيود. كل القوانين لا تتدخل في افعل ولا تفعل إلا الشرع. الشرع كل قول وكل فعل له حكم من الأحكام الخمسة. ما هي الأحكام الخمسة التكليفية؟ نعم، الأحكام التكليفية الخمسة. وينهم طلاب العلم؟ الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب، المندوب، المباح، المكروه، الحرام. فكل قول وكل فعل له حكم من الأحكام الخمسة. فلا يصح للمسلم أن يقول قولا أو يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. انتبهنا؟ إذا كان حرام أو مكروه كراهة التحريم، شو بدنا نعمل؟
نجتنبه. بعض الناس بيفكر إذا مكروه يعني مباح يفعله. لا، لما الفقيه أو المفتي يقول لك مكروه يعني مكروه تحريما. لماذا مكروه تحريما؟ إنه فعله إلى الحرام أقرب. لما لم يقل حرام؟ لأنه لم يقم الدليل القطعي على تحريمه، وإنما جاء تحريمه بدليل ظني، فهو يقول لك مكروه. مو معنى مكروه أنه تروح تفعله. انتبهنا؟ اليوم بعض الناس المكروه يعني انه يروح يفعل. لا، خلاص انت ما قال لك الفقيه مكروه ابتعد عنه. لأن المكروه قنطرة الحرام. المكروه قنطرة الحرام. فمن تجرأ على المكروه يا شيخنا خلاص ما بدنا اياها. من تجرأ على المكروه فإنه يقع في الحرام، كالذي يتجرأ على المتشابه. ما هو المتشابه؟ ما في حدا. انتوا هون ولا رايحين مشوار؟ لا والله معك يا سيدي. ما هو المتشابه؟ الذي يشتبه على الإنسان حكمه، هل هو حلال أم حرام؟ يشتبه، فيحتاج إلى سؤال أهل العلم وسؤال المفتين، فلولا الشبهة لما سأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. من الذي يعلمها؟ من؟ الفقهاء المفتين الفقهاء والمفتون والعلماء. كثير من الناس لا يعلمون حكما. إذن كثير من الناس لا يعلمون. شو بالمقابل الكثير؟ قليل يعلمون. طيب، فيجب على الكثير الذي لا يعلم أن يسأل القليل الذي يعلم. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. طيب، إذا نستفيد من بحث العلماء في المكروه والمتشابه عندما يبينون لنا حكما شرعيا يقولون هذا فيه شبهة أو هذا فيه كراهة. ماذا يعني؟ أن نجتنبه، مو أن نفعله. قال لك فيه شبهة أو فيه كراهة تجتنبه. طيب، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حدث قصة ذات مرة أن رجلا يهوديا من فقراء اليهود جمع عليه الفقر والكفر. فقراء اليهود يعمل في تنظيف المجاري. شغلته ايه؟ تنظيف المجاري. ومر شيخ الإسلام في عصره وعليه الأبهة وعليه العظمة وعليه الوقار وحوله تلامذته، وماشي الشيخ مشية العزة. فاليهودي شافه قال له: يا شيخ الإسلام، يقول نبيكم اللهم صل عليه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟ وين؟ فقال له الشيخ: أنا في سجن بالنسبة لما أعد الله لي من النعيم في الجنة، لا أستطيع الآن أن أتنعم في الدنيا بنعيم أهل الكفر.
أنا ساجن نفسي فلا أتنعم في الدنيا كنعيم أهل الكفر، ولا أفعل المحرمات كما يفعلون. أنا في سجن وأنت في جنة بالنسبة لما أعد الله لك من العذاب. يا لطيف، ما دام هون ما في عذاب أصبح في جنة. أنت في جنة لأنه لا عذاب الآن قبل أن ينتقل إلى العذاب الدائم الخالد. سبحان الله. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وورد لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. أصبح الدنيا لا تعادل عند الله جناح بعوضة. لذلك ورد في الحديث عن سنة الفجر، صلاة السنة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذا كانت الدنيا كلها لا تعدل جناح بعوضة، وجانا سنة الفجر، سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير. فالذي يضيع السنن ويضيع الفرائض كم يضيع من أجر الله والثواب؟ الضيع بفوت. حتى بعض العلماء يفهم الحديث خير من الدنيا وما فيها أنك لو أعطيت الدنيا وتصدقت بها كم يكون لك من الأجر؟ لو أعطيت الدنيا بجميع ما فيها، كنوز أموال مزارع فيلات، الدنيا كلها أعطيناك إياها، فخرجت عنها وتصدقت بها كم لك من الأجر؟ إذا صليت سنة الفجر خير لك من ذلك، خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله. فهل يضيع أحدنا صلاة سنة أو صلاة فريضة من أجل 100,000، من أجل $100؟ قديش بيعادلوا $100 الدنيا وما فيها؟ 6 مليون ونص. قديش بيعادلوا الدنيا وما فيها؟ إذا كان الدنيا وما فيها ما بتعادل في الأجر الثواب ركعتين، طيب قديش حصلت من المال؟ لا شيء. بتروح السنن والفرائض مشان تشتغل، بقول لك أنا ما بحسن أسكر المحل. ليش يا أخي ما بتحسن تسكر المحل وقت الصلاة وتروح في الصلاة؟ ليش ما بتروح؟ والله أنا أخي بدي أشتغل. قديش تحصل؟ وهل يفوتك شيء من الرزق إذا ذهبت إلى المسجد وصليت؟ سبحان الله. ما هذا الفهم السقيم. كانوا يكتبوا عنا بسوق الحمدية عبارة حلوة تبعت المحلات وقت الصلاة: اتبعني فقد سبقتك إلى المسجد. وقت الصلاة شو يقول له؟ حط لوحة. لما بيجي الزبون شو بنلاقي مكتوب؟ اتبعني فقد سبقتك إلى المسجد. فبيروح الزبون على المسجد بيلاقي صاحب المحل، بيرجع هو وياه وبيشتري، ما فاته شيء. سبحان الله. سمعنا من سماحة المفتي الشيخ أحمد اللذا رحمة الله عليه فبيقول إن الناس يخافون من عذاب الله، ولكن نسوا أن العتاب أشد من العذاب. قال: فمن ترك سنن النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه النبي يوم القيامة. قال: فإن العتاب يتساقط لحم وجهك حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العتاب هيك، الحرام وترك الفرائض عقاب، ترك السنن عتاب. في عنا عتاب وعقاب. العقاب على شو؟ ترك الفرائض وارتكاب الحرام. أما العتاب على ترك السنن. يعاتبك النبي اللهم صل عليه: لما تركت سنتي. والحديث يقول اليوم نحن في زمننا عن الذي يعمل السنة في هذا الزمن. نعم،
ما هو الحديث؟ من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، ومنها سنة العلم والتعليم، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. حديث آخر: نعم، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. من عمل بسنتي عند فساد أمتي، في رواية فله أجر شهيد، في رواية فله أجر 100 شهيد. إذا عملت بالسنة في زمن ترك الناس لها فأمت على ذلك فلك أجر شهيد، أو 100 شهيد، أو 50 شهيدا، فلا تفوت هذا الأجر. كان واحد من مشايخنا رحمة الله عليه، دخلنا نحن وياه على إنسان محتضر عمره 70 سنة ويحلق لحيته بالشفرة، بالموس، الحلق بالشفرة بالموس، أما المكنة تقصير، ذلك المكنة أخف يعني يدخل في الكراهة، أما الموس والشفرة هذا يدخل في الحرمة، لأنه حلق. فدخل عليه الشيخ وهو مستلقي على الفراش، قال له: يا أخي، أنت الآن في إقبال على الآخرة، مقبل على الآخرة، أتحب أن تلقى رسول الله اللهم صل عليه وأنت تارك لسنته؟ لو سألك رسول الله اللهم صل عليه لما تركت سنتي؟ تقول: يا أخي أنا كنت موظف، كنت بالجيش. طيب خلصنا من الوظيفة وخلصنا من الجيش وصار تقاعد. إذا سألك وعاتبك مثل ما قال الشيخ عتاب، ماذا تقول له؟ قال له: هلا أول درجة لا تحلقها بالموس، علمها بس بالمكنة، خليها بالمكنة، حدثها بالمكنة، حتى إذا توفيت تلقى رسول الله وأنت على سنته اللهم صل عليه. هذا واحد. واحد ثاني، كان عندنا واحد بالشام زكرتي. تعرف شو معنى زكرتي؟ أبضاي، شيخ الأبضايات، عقيد القوم، مربي، أي نعم، شوارب واقف عليهم المسجد، شوارب، حالق اللحية. دخل على المسجد يصلي وشاف شيخ الإسلام في عصره الشيخ أبو الخير الميداني رحمة الله عليه عم بيعمل درس. الشيخ شافه فورا حول الشيخ حديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأعفوا عن اللحى وخالفوا المشركين. هذا السكرتي قاعد قال له: يا سيدنا الشيخ، هيك النبي بيقول؟ هيك ما معه خبر انه النبي هيك قال له: ايه؟ قال له: عد الحديث. قال له: امرك. اعادوا 3 مرات. قال له: عن اذنك سيدنا الشيخ. طلع دغري على الحلاق، فات قعد على الكرسي: ابو فلان، قيمة الشوارب. لطيف، شوارب مربيهم 40-50 سنة، قيمة. علم لي، حدد لي لحيتي، لأنه النبي بيقول هيك، النبي قال: سمعا وطاعة على راسنا أمر النبي. توفي بعد 3 أيام هذا. فشافوا الشيخ بطل، قال له: ماذا فعل الله بك؟ قال له: غفر لي لمجاهدتي نفسي. لما جاهدت نفسي وطبقت السنة غفر الله لي ذنوب 70 سنة. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. خالف نفسه وخالف العادة تبعه، جاهد نفسه في الله، كانت هي النتيجة. إذاك توفي. الثاني علم كمان لحيته، بعد شهر زمان توفي. شافوا أحد إخوانه قال له: ماذا فعل الله بك؟ قال: رآني النبي اللهم صل عليه فشفع لي. قلت له: يا رسول الله،
ألم تقل نعم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال نعم قد قلت ذلك، ولك يعني ولأمثالك ووجه فيه لحية حبا برسول الله، حبا برسول الله، يشفع له رسول الله. ده مجاهدة، ده مخالفة للنفس، مو أمر سهل. هذا الشيخ عم بيقول الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة؟ لا تزن. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يقول لك يا أخي أنا إذا بدي أعمل لحية يقولوا عني شيخ. طيب عم بيقولوا، يعني عم بيقولوا العالم، بيقولوا مشكل ملون، شو أنت بالك وللناس، ما دام أمر يرضي الله سبحانه وتعالى. اجا واحد للشيخ سعيد البرهاني الله يرحمه قال له يا سيدي انا ناوي ان شاء الله بدي اعمل لحيه بس لروح على الحج، بدي اعمل لحيه. قال له لا من هلا، شو انت ضامن تعيش حتى الحج؟ في عندك ضمان تروح على الحج وتعيش حتى تروح على الحج؟ هلا. قال له بس سيدي خايف ما احفظها، يعني ما احفظ اللحيه وشوه العلماء. قال له السنه اذا انت ما حفظتها هي بتحفظك. السنة إذا أنت ما حفظتها هي بتحفظك. شايف؟ لك بصير كل ما بده يعمل شيء بيقول لك والله أنا أخي عامل لحية والناس بكرة يشوفوني ويحكوا علي كذا، بصير مانع وحاجز له وحاجب أن يقع في شيء من المحرمات. قال البقاعي رحمه الله، تسمعوا في البقاعي؟ برهان الدين. أيوة برهان الدين البقاعي. من وين؟ من خربة روحه. أيوة من خربة روحه، الخرباوي من الخربة الله يرحمه. قال ولا يبعد أن يكون ما صار إليه الفسقة والجبابرة من زخرفة الأبنية وتذهيب السقوف وغيرها من مبادئ الفتنة. يا لطيف، الناس التي تزخرف بيوتها الآن في بعض الفيلات من الزخرفة، حتى دخلت الزخرفة إلى المساجد. لأن النبي الكريم اللهم صل عليه قال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ومن علامات الساعة أن يتباهى الناس بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. هذا من علامات الساعة، من مبادئ الفتنة، بأن يكون الناس أمة واحدة في الكفر قرب الساعة. تقوم الساعة على مين؟ على شرار الخلق. لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله. تأتي ريح طيبة من تحت العرش، ريح طيبة لا يشمها رجل في قلبه ذرة من إيمان إلا ويموت، ويبقى في الأرض شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. حتى لا تقوم الساعة على من يقول الله. أو في زمن الدجال، الدجال الأكبر، في عنا دجاجلة قبل الدجال الأكبر، دجاجلة يدخل فيهم اليوم الدجال العلمي، الدجال الفكري، يدخل فيهم الدجال الإعلامي. نحن نعيش الآن في أزمنة الدجل والكذب. ويدخل فيهم خطباء الفتنة، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. لأن من يبقى إذ ذاك على الحق في غاية القلة. حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
في رواية حتى يقاتل آخر أمة الدجال، بحيث إنه لا عداد له في جانب الكفرة، يعني قليل، لأن كلام الملوك لا يخلو عن حقيقة، وإن خرج مخرج الشر فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. شو معنى يعشو؟ قوله ومن يعش يعرض من العشاء، وهو الإعراض والتغافل، ويطلق على ضعف البصر، وفعله عشا يعشو، أعشى كدعا يدعو، يعشو، مثل الناقة العشواء التي لا تدري أين تضع يدها، الأعشى غيره. ومن يعش عن ذكر الرحمن أي يعرض، يتعام ويتغافل. وهذه الآية بمعنى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكري، ما هو الذكر هنا؟ القرآن والرسول، اللهم صل عليه، لأن الله سمى الرسول ذكرا في قوله: نعم، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، ذكرا رسولا، فسماه ذكرا، لأن المنافقين يعرضون عن الرسول، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول عمن يعرضون؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرضون عن الرسول. طيب، قال ومن يعش عن ذكر الرحمن، عن القرآن وعن السنة، نقيض له شيطانا. عن ذكر الرحمن أي القرآن، أضاف الذكر إلى هذا الاسم إشارة إلى أن الكافر بإعراضه عن القرآن سد على نفسه باب الرحمة، نسماه ذكر. عن ذكر الرحمن، لما قرن اسم الرحمن بالذكر؟ لأن الكافر بإعراضه عن القرآن سد على نفسه باب الرحمة، ولو اتبعه لعمته الرحمة. إذا من أين تأتي الرحمة؟ من اتباع الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، إذا واحد أعرض عن الذكر، أعرض عن القرآن والسنة وأعرض عن العلماء، شو النتيجة؟ سد على نفسه باب الرحمة. أيوة، سد على نفسه باب الرحمة. قال الله: نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذا واحد ما في ذكر وما في صلاة ولا صحبة علماء ولا صالحين، مين في معه؟ شيطان. كل واحد من البشر معه إما ملك يسدده أو شيطان يغويه. الشيطان يسلط على مين؟ إنا جعلنا الشياطين أولياء. أولياء لمين؟ الذين لا يؤمنون، بينهم ولاية، مثل ما قال في آية أخرى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شيطان. فهو له قرين. نقيض، نسبب.
جواب الشرط مجزوم وفعله قوله يعشو، جواب الشرط وفعله. قوله يعشو مجزوم بحذف الواو والضمة الدليل عليها. يعشو ومن يعشو، من اسم جازم يجزم فعلين. يعشو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف الواو، حذف حرف العلة، والضمة دليل عليها. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي في الدنيا، بأن يمنعه من الحلال ويحمله على فعل الحرام وينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية. أو في الآخرة نقيض له شيطانا فهو له قرين إذا قام من قبره، لما ورد إذا قام من قبره شفع بشيطان لا يزال معه حتى يدخله النار. وإن المؤمن ليشفع بملك حتى يقضي الله بين خلقه، والأولى العموم. ثم قال الله تعالى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الشياطين والكفار يصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجا ويحسبون أنهم مهتدون، فاكرين حالهم أن الجماعة ماشيين على صح وهم من أهل الضلال والإضلال، كما قال الله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.